شايلة طاجن ست كليه، يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض النهاردة بان كيك بالخضار. تنفع اللانش بوكس الأولاد، مش هيعرفوا ان فيها خضار خالص وهيحبوها جدا. طعمها بجد لذيذ، حاجة كده اختراع. اي نوع خضار الولاد مش بيحبوه هتقدري تأكليهولهم من غير ما يعرفوا. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجهز الخضار، تقدري تحطي اي نوع خضار انت عايزاه. انا هحط جزر، توم، فلفل الوان، وطماطم، وبصل اخضر. اي نوع الاولاد مش بيحبوه تقدري تحطوه. ممكن تحط كوسة، قرنبيط، اي حاجة انت عايزاها. وبعدين في الخلاط هنزل عليه ببيضتين ومعلقة كبيرة من الخل وشوية من الملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر، معلقتين كبار من الحليب. ممكن تستبدليهم بالمية. هنضربهم مع بعض كويس في الخلاط. قطعي طبعا الخضار بشكل عشوائي عشان نسهل على الخلاط بس مش اكتر. هي احسن حاجة فيها ان كلها في الخلاط وسريعة قوي قوي. ننزل بعد ما ضربنا الخليط هننزل بالخضار وهنضربه مع الخليط بتاع البيض واللبن والتوابل. نضربه كويس عشان ما يبقاش فيه حاجة مكلكعة خالص. وبعد ما اتأكدنا ان الخليط اتضرب كويس بقى بالشكل ده، هننزل عليه بكوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة صغيرة من السكر. وهنضربهم مع بعض تاني لحد ما الدقيق يختفي تماما. مش عايزين يبقى فيه اي كلاكيع خالص علشان الخليط يبقى ناعم معانا. وبعد ما يتضربوا كويس مع بعض وبقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده، هنجيب معلقتين من الجبنة، اي نوع جبنة تحبيه، وشوية من الزيتون، زيتون مخلي طبعا. هنضربهم كلهم مع بعض تاني. وبس كده الخليط بقى جاهز معانا على التسوية. انا عندي ازازة كاتشب فاضية هحط فيها شوية من الخليط علشان تسهل عليا وانا بصبه في الطاسة. لو ما عندكيش ممكن تجيبي ازازة مية فاضية وتخرميها من الغطا وتستخدميها بنفس الطريقة. ولو برضو مش عايزة تستخدمي ازازة مية اعملي بالمعلقة على طول، مش هتقولك لا. انا بس بوريكم الفكرة علشان اسهل عليكم، وهي بصراحة ما بتاخدش وقت خالص. انا هعملها بحجم صغير زي البايتس كده، لقمة واحدة. تقدروا تكبروها تقدروا تصغروها زي ما تحبوا. هنا بقى كان الخليط بدأ يطلع فقاقيع كده ويخرم كده، نبدأ نقلبه على الناحية التانية. خلوا بالكم ما تبعدوش عنها علشان ما تتحرقش من جوه. هي ما بتاخدش وقت خالص خالص، سريعة قوي كمان علشان حجمها صغير. واول ما تاخد لون معانا من تحت كده هنطلعها على طول. كده بقت جاهزة معانا. شايفين بقى لونها حلو ازاي؟ لونها ذهبي كده ولذيذة قوي. اللون ده بسبب الخضار اللي احنا حاطينه. شكلها بجد تحفة، غير طبعا طعمها لذيذ قوي. تنفع الفطار الخفيف، تنفع اللانش بوكس الاولاد، وتنفع كمان للعشاء، وتنفع لجوع نص الليل. وممكن تستخدموها مقبلات جنب الاكل، او ممكن كمان شوية من الصوصات كده، كاتشب او مايونيز او اي صوص بتحبوه وتغمزوها بيه. تبقى حلوة قوي قوي بجد. هنا بقى هنكمل كل الكمية لحد ما نخلص. الكمية اللي انت عملتيها ديت هتعمل معاكي كمية كبيرة قوي، يعني تكفيكي فطار ليكي وللأولاد ولجوزك كمان، كله مع بعضه في وقت واحد. سهل قوي قوي. هنا بقى انا كنت كبرتها شوية
زي ما انتوا شايفين ده حجم اكبر. اهم حاجة اول ما تاخد لون نطلعها على طول عشان هي ما بتستحملش خالص. وبس كده، كده خلصناها. ده الكبير وده الصغير. شوفوا بقى لذيذة ازاي وطرية، شوفوا كده مفرغة من جوه، هشة قوي يعني، بجد لذيذة بجد. طبعا تقدروا تحشوها كمان لو حابين، ممكن تحشوها بالجبنة، ممكن تحشوها بأي حاجة تحبوها. بس بصراحة لونها حلو قوي بسبب الخضار اللي احنا حطيناه، الجزر والفلفل الألوان هما اللي بيدوها اللون الجميل ده. احلى حاجة فيها ان محدش يعرف هي فيها ايه، بجد طعم الخضار مش باين فيها خالص. الجبنة والزيتون هيغطوا على اي طعم للخضار، الاطفال مش هيعرفوا هي فيها ايه ولا فيها نوع ايه من الخضار. يعني تقدري تحطي فيها الخضار كله اللي مش بيحبه. بجد الطريقة دي اختراع، لذيذة قوي وجميلة قوي قوي. وكمان تقدروا تقدموها لهم بالطريقة دي، بجد شكلها حلو قوي ولذيذة، هيحبوها جدا. بجد ده اختراع رهيب، لازم تجربوها، هتنبهروا بيها. يلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.